لو مرتبك بيخلص، اسأل نفسك السؤال ده: أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. أنا فاكرة كويس قوي إحساس إن الشهر لسه في أوله، بس المرتب شكله كأنه قرب يودع. ما كنتش بصرف في حاجات كبيرة، بس دايما في آخر الشهر نفس السؤال: هو أنا عملت إيه غلط؟ كنت مقتنعة تماما إن المشكلة في المرتب. أقول لو كان أكبر شوية كنت ارتحت، بس الحقيقة اللي خضتني لما المرتب زاد التعب زاد معاه. في يوم مسكت كشف الحساب وقعدت أبص عليه من غير تبرير، من غير ما أقول أصل دي كانت ضرورة وأصل دي حاجات صغيرة. لأ، بصيت عليه بصدق. اكتشفت إن الفلوس مش بتضيع فجأة، هي بتتسحب حتة حتة. في عادات يومية ما بنحسش بيها، صرف من غير ما نكتب، بنشتري حاجات على مزاجنا مش عشان محتاجينها، فلوس الطوارئ في نفس المحفظة، وكأني بسيب باب البيت مفتوح واستغرب ليه حد دخل. وأكتر حاجة كانت بتأذيني إني ما كنتش بسيب للفلوس فرصة تكمل للشهر. كنت بصرف الأول، ولو فات حاجة أقول أبقى أوفر. لما قررت أغير، ما عملتش حاجات عبقرية، بدأت أفصل بين اللي أنا محتاجاه واللي نفسي فيه، وأسيب جزء صغير على جنب أول ما المرتب ينزل، حتى لو كان بسيط. بعد أول شهر لقيت نفسي واقفة في آخر الشهر، مش متوترة، مش قلقانة، وعارفة كل جنيه راح فين. ساعتها فهمت الحقيقة: المشكلة عمرها ما كانت في المرتب، المشكلة كانت في العادات، والعادات لو اتغيرت النتيجة بتتغير. فلو مرتبك بيخلص بدري، قبل ما تلوم الظروف وقبل ما تستنى زيادة، اسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا بصرف فلوسي ولا سايب عاداتي بتصرف عني؟ مفيش مرتب هيكفي لو العادات غلط. وخلاصة الكلام: التغيير بيبدأ بتغيير العادة. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. وأشوفكم الحلقة الجاية.